فنتمنوا أن المنتخب الوطني المغربي دائما يلعب الذهاب والإياب في المغرب باش تكون الفرجة حضور جماهيري والمتعة الكروية. إضافة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متابعينا الرياضيين. شكر جزيل لكل المتابعين اللي تدعموني وتتابعوني على هذه الصفحة. اليوم غادي نتكلموا على المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب النيجر في إطار تصفيات كأس العالم 2026 الذي سيقام بين الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. في إطار هذا الموضوع، فاللقاء المرتقب أو اللقاءين المرتقبين بين النيجر والمغرب، فبالنسبة لهذه اللقاءين منتخب النيجر يطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللقاءين يجريهم بالمغرب. غريب أنه منتخب يطلب أن اللقاء ديالو يجرى، هناك لقاء الذهاب ولقاء الإياب، أن اللقاء ديال الإياب يجرى بالبلد الخصم. فالسبب الوحيد والسبب اللي هنا هو منطقي، هو أن النيجر ما عندهاش ملاعب اللي هي معتمدة من طرف الفيفا. فكل الملاعب التي تجرى عليها المقابلات في إطار التصفيات الرسمية بالنسبة لكأس العالم أو كأس إفريقيا لازم أنها تكون معتمدة وعندها ضوابط معتمدة من طرف الكاف، وإلا فما يمكنش أن هذه اللقاءات تجرى على ملاعب غير معتمدة. ففقط بالنسبة الملعب اللي تتواجد في العاصمة نيامي، العاصمة ديال النيجر، اللي هو ملعب الجنرال لانسانا كونتي، فهو بدوره ما فيهش المعايير اللي تتفرضها الكاف، واللي يمكن أنها تسمح لإجراء مقابلات رسمية بهذا الشكل. فهذا هو السبب اللي خلى أن منتخب النيجر يطلب أن الاستضافة بالنسبة للقاءين بجوج على ملاعب مغربية. فنتمنوا أن المنتخب الوطني المغربي دائما يلعب الذهاب والإياب في المغرب باش تكون الفرجة حضور جماهيري والمتعة الكروية، إضافة للطقس المعتدل في المغرب لتسهل إجراء مباريات في المستوى العالي. شكرا لكم على حسن المتابعة. شنو رأيكم في إجراء مقابلات الذهاب والإياب بالنسبة لمنتخب النيجر في المغرب؟ خليوا لي تعليقاتكم. السلام عليكم.